تعالوا معايا نسوي ألذ وأطيب مخلل وأسرع شي وبيوم واحد ينكل. تعالوا نبدي بالمكونات يا حلوين، يلا بسرعة ويايا. هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. حبيت اليوم اصور لكم هذا الفيديو بمناسبة شهر رمضان. احب اهنيكم واقول كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله يا رب. ومثل ما شايفين انا هنا سويت، اريد اسوي وياكم اطيب مخلل وبطريقة سهلة وبسيطة. طبعا وشوندر وجزر وقرنبيط وشوف انتوا ايش تحبون يعني. تضيفون معاها ضيافات، اذا تحبون تحطون الشلغم عادي يعني ماكو اي مشكلة. هنا طبعا أنا بطريقة سويت، أخذت بطاطا وطماطة وهاي الشغلات. هنا عندنا جزر راح نستخدمه وفليفلة إذا تحبون تخلون، أنا ما حطيت فليفلة يعني. وهنا عندنا اللهانة راح استخدمه. هنا أول شي أنا غسلت العلب وراح أفور ماي على النار. هنا أنا قطعته بهذا الطريقة، تقطعونهم كلهم يعني تحبون أصغر أكبر براحتكم يعني. طبعا أنا هاي اللهانة ما استخدمتها كلها لأن العلب عندي قليلة. فمن كل شي يعني خذت كيلوين شمندر. أخذت اللهانة طبعا تطلع بيها كيلوين، بس ما استخدمت كلها، حسب العلب اللي تكفيكم. تحبون تزيدون كمية تحبون تقللون كمية. هنا خليت مي بالجدر. وهنا عندي جزر تقريبا كيلو أخذت، واللهان القرنبيط نص راس. هنا بعد ما فورت المي يعني راح أعقم العلب مالت اللي نسوي بيها أهم شي. أنا هنا فرغت بيهم مي حار، راح أرجع أخلي بعد مي حار يفور للعلب الباقي إن شاء الله. وراح أخليها تتبخر. بين ما أني أخلص راح يبرد المي، راح نطشه حتى نحط فيها المواد. هنا عندنا ملح وعندنا لمندوزي وشكر راح نخليه. وهنا قلاص خل، خلي ببطن المي ويا المي، والباقي نفرغه من نخلص يعني. طبعا أنا حطيتها مايتين شوية يعني. وهنا نترس قلاص، يعني تترسون قلاص شوي تخلون ببطن المي. هاي هنا فرغت باقي الخل اللي خليته. طبعا بس يبدي عندنا المي يحمى يفور شوية راح نفرغ. اول شي يعني خليت الجزر راح نخليها تنسلق شوية يعني مو هواي، بس شوي ونشيلها. هنا مثل ما شايفين طبعا ما عندكم ما يبين انه عيفور المي او شي، بس هي طبعا غلت واستوت يعني. حتى انتو يعني القرمشة اللي تحبونها يعني تخلونها. هنا الكاميرا شوية تغوش لان من البخار مالت الجزر. هاي هنا راح نشيلهم ونرجع نخلي نضيف، مثلا نضيف القرنبيط وراها وبعدين نضيف الشمندر. هاي هنا حطيناهم بالفنجانة. هنا حطينا قرنبيط حسب يعني انتو يعني كذا تحبون الكمية تزيدون تقللون، هذا الشي يرجع لكم يعني. طبعا هنا راح نخض الشوش اللي خلينا بيهم عقمناهم بعد ما بردوا يعني. واني خلصتها يعني تقريبا بعض الشغلات يعني. هسه بهاي الطريقة احنا عقمناهم حتى شنو اخذوا البخار العلبة يعني تعقمت كل زين. وهسه هنا راح نصفط لهانة. طبعا اني حاطة بس الشوندر على النار والجزر والقرنبيط خلصت منهم. فنخلي جزر باعوا شونه يعني زين يعني من تاكلوه يعني زين. تخلون الجزر تخلون لهانة وجزر وتخلون وياها قرنبيط. طبعا اللي راح يسويها ابد ما راح يندم، لان مثل المخلل مالت السوق يطلع بالضبط يعني بالتمام يعني. طبعا انا سويت كم علبة، 6 يمكن سويت. طبعا ما طول عندي شهر خلصت. ايش كثر ما هي يعني طيبة. فاللي يسويها يعني تطلع بركة يعني. يسوي هواي يعني من الكمية ياخذ شوية تطلع عنده بركة يعني هواي. خاصة انها طيبة وعلى ايدنا احنا مسوينها يعني، مو مشترينها جاهزة ما نعرف ايش حاطينها وما حاطينها. وطبعا ناكلها بنفس اليوم. اكو طرق يعني تتأخر يعني بيها، بس هاي سويتيها اليوم سويتيها بالليل، ثاني يوم المغرب تتعشين منها يعني تفرغين منها بالعشاء. وإذا تحبون تزودون المي مالها تقدرون تزودون. طبعا أنا هذا الجدر يعني هو شوية كبير يعني أكبر جدر عندي يعني. أستخدمه تقريبا يطلع بيه 5 كيلوات. فش اسمه أنا حاطة بيه المي طبعا يقل شوية
شايفين الحادي يعني أقل منه شوية. طبعا حاطة بيه تقريبا 4 لترات ونص بمي لما فورت يعني سويت بيها. طبعا الكاميرا شوية عتغوش من البخار الحرارة. وبهاي الطريقة تدرسون العلب وترجعون المي اللي راح يبقى. هسه راح اقولكم ايش راح نسوي بيه. بهاي الطريقة يعني نحطهم. شوفوا انتوا الترتيب شلون تحبون تحطون شوي شوي. انا حطيت لهانة وجزر وقرنبيط ورجعت حطيت الشوندر ورجعت حطيت شوية لهانة. وهنا هذا المي اللي عندنا راح نفرغ باقي الخل فوقه. مثل ما شايفين فرغنا الخل. راح نخلي اللامندوزي حتى ينطينا شوية حموضة ونحط شوية شكر ونحط ملح. نخلطهم بهذا الشكل وبعدين راح نفرغهم بالعلب اللي احنا سوينا بيهم. مثل ما شايفين هاي العلب اللي سويتهم اني. طبعا شوية عندي هوسة صارت بس نخلص نغسل كل شي ونخلص ما يضل عندنا شي. باعوا هنا بقت هاي اللهانة عندي اللي بالسلة. باعوا المي مالها شلون راح تسخن بس تبقى عندكم يعني يومين 3. طبعا تصير كلش طيبة. طبعا اني خليت بيها يعني على نص نص مي على مود يعني كفتني هذا التساوي يعني اللي صار بيها يعني مو 3 مي مالتها مي الطرشي مي المخلل. بس من افرغ العلبة الاولى من تخلص يضل بيها المي افتح العلبة الثانية افرغها ببطنها. وبعد العلبة الثالثة نفرغ فوقها ونمشي معانا هيك نفس الشي. فهاي الطريقة اعتمدوها انه كلش يعني سهلة وبسيطة وما تاخذ من عندنا وقت يعني. هسه اني هنا بعد ما اخلصهم اسد القبق مالهم كلش زين. وراح نقلب العلبة حتى يطلع منها الهواء وتصير عندنا مغلقة تماما. يعني شلون علب الجاهزة اللي نشتريها لما تجين تفتحين القبق مالها ما ينفتح الا تنطيها شوية هواء يلا ينفتح. فهاي نفس الشي. وهنا مثل ما شايفين اني خلصت العلب كلهم. هاي هنا قلبت علبتين 3 قلت خل اقول لكم اصور لكم اياها هم. بهاي الطريقة راح نقلبهم وراح نجي الصبح راح ارجع اقلبهم مرة ثانية اعدلهم العلب والمغرب نتعشى منهم. وهاي هنا هساني جيت افرغ منها للعشاء مثل ما شايفين ما شاء الله يعني شكلها يشهي. ومع هذا اول يوم يعني اله هيجي. بعد مع مرور الايام يعني يومين او الثالث تحسون يعني بعد اطيب كل يوم عن يوم يزيد الطعم مالته اكثر واكثر يعني يصير طيب. بس اني ما استحملت وصورت لكم وما لحقت اصور لكم ورا بيومين 3 لان نسيت وبعدين خلص وما لحقت اصور لكم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو يا حلوين. ما تنسوني بلايك واشتراك وتعليق حلو من ايدكم الكريمة الحلوة. واشوفكم على فيديوهات جديدة ان شاء الله.